بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على مباراة الأهلي إيه الرسالة الكتيرة دي؟ فوتبول أكسس. يلا نشوف إيه ده. فوتبول اكسس سامت ايفنت في زد بارك في تاني نسخه ليها 2025. كل حاجه ليها علاقه بالكوره، وكان في كذا سبونسر بقى زي ايجيبت اير واونيرو، وكان في بقى وول اوف ليجند عليها تيشيرتات لعيبه كوره زي محمد هاني وعمر جابر والبطل احمد جندي، وتيشيرت جده في نهاية 2010، وكمان مرموش مع السيتي. معرفش لا يجيبوه ازاي بصراحه، وكابتن محمد فضل في كاس العالم تحت ال 17 سنه، وكمان حسام غالي وصلاح زي ما انت شايف بقى، وزي ما انت عايز تقول قول. زي ما انت شايف بقى، وعبد الستار صبري وليلى زرقاء، وكمان بقى في جوائز: جايزة جده، جايزة أحمد حسن، جايزة جده هداف البطولة، وجايزة الحضري الجوانتي بتاعه، وكمان جايزة أحسن لعيب في البطولة لأحمد حسن، وجايزة هداف البطولة لمحمد ناجي جده، وكمان تيشيرت ميدو مع ويجن، وتيشيرت محمد شوقي في البرازيل، وتيشيرت البطل الأولمبي مع أحمد الجندي، وتيشيرت عصام الحضري في كأس العالم روسيا، وكمان تيشيرت محمد زيدان. وكمان بقى بره كان في اكلات بقى، وكان في قعده حلوه وكده، وكان في العاب بره تقدر تلعب فيها، وكمان كان في يعني تشالنج كتير بقى زي تكتيك والكلام ده كله. نخلص كل ده نخش على الجد. كان في بقى بانل، وكان في شخصيات كتيره جدا مهمه زي ارسن فينجر وجilberto سيلفا، وكمان نجوم كتير قوي. الموضوع ما وقفش لكده، كمان وصلنا نجوم مصر الصقر احمد حسن وكابتنه حسام غالي، وكمان محمد فضل نجم مصر والنادي الاهلي. لا، وكمان كان في بانل مخصصة يتكلم فيها أرسن فينجر عن كيفية تطوير الكرة في مصر، وعن تطوير الكرة في مصر على مر السنين اللي فاتت في العالم كله، وكمان بيفهمك ويفهم الشباب يعني ايه الكورة، والكواليس بتاعت الكورة اللي احنا كمشجعين مش فاهمين او بنعرفش عنها اي حاجة، بتبقى موجودة في الكواليس كده بتاعت الكورة، ويفهمك ويساعدك، وكمان يعلمك قبل ما تخش في موضوع الاحتراف، سواء انت عايز تخش في حوار تسويق رياضي، سواء عايز تخش في الفني، عايز تخش في التكتيك، في التحليل الفني، اي حاجة ليها علاقة بدي تفهمها من خلال كذا بانل. وكان في نجوم كتير قوي زي كابتن حماده صدقي، وكابتن علاء نبيل، وكابتن عبد الظاهر السقا، والعالمي ميدو، وحازم امام الحريف، واتكلموا برضو على كاس عالم روسيا 2018 وكاس قطر والتطورات اللي حصلت فيها، وكمان التطورات اللي هتحصل في كاس عالم امريكا 26 ونسخة المغرب وكمان نسخة السعودية، وايه التطورات اللي هتحصل في الكوره وفي تحكيم الكوره كمان. وبدايتها كانت قوية جدا بإن أرسن فينجر كمان يكون موجود في مصر، ويتكلم عن تطوير الكرة في مصر، وعن كيفية رعاة الناشئين، وإنك تطلع كذا لعيب زي مرموش وكذا زي صلاح كانت مهمة جدا. وكان ما بين كل بانل والتانية كده استراحة كده في القعدة اللي بره، وبعد كده بنخش بقى على ستيج تاني، ونخش على بانل مختلفة. وكان في اونيرو الراعي الرسمي للزمالك، كانوا جايبين كاس السوبر الافريقي بيوروه برضه للجمهور. وكان في بقى رجل الاعمال ايمن عباس بيشوف مشاريع الشباب في الرياضه كلها وبيتكلم معاهم، وكمان ممكن يساعدك لو انت عندك مشروع للكوره، يخليه يساعدك ويبقى بارتنر ليك، وكمان يساعدك فيها بكل حاجه، ويكون معاك شريك للكوره بيفهم في الكوره زي ايمن عباس. وكان موجود بقى زي حسام غالي واحمد حسن، وكانوا بيتكلموا كتير عن الموضوع بتاع تطوير الشباب. وكان في ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، وكمان ده اللي بقى مطلع لعيبة كتيرة جدا تقيلة زي مرموش، وكمان مدربين راحوا دربوا في ان قطاع الناشئين بتاع النادي الاهلي، وكان كيفية تطوير الناشئين ونخليهم زي مرموش وصلاح، وكمان نخلي ازاي اتحاد الكرة يسن مشاريع وقوانين على الأندية ان هم يشاركوا الشباب، علشان نشوف لعيبة كتيرة جدا تقيلة في المواسم الجاية. ودي خطوة بصراحة، يعني دي خطوة كان المفروض أي يعني حد ياخدها علشان نطور الكرة في مصر من خلال الناشئين. وكمان كان في بقى عن تطوير الكونتنت، لو كان في بقى مروان سري وجو عمر خالد، وكانوا بيتكلموا مع الشباب وازاي تطوير الكونتنت، وازاي تعمل كونتنت والناس تشوفك. لو عايزنا نتكلم بتفاصيل أكتر قولي في الكومنتات عشان أقولك اللي حصل بالظبط.